رغم الخسارة أمام النرويج، الأسطورة زين الدين زيدان يوجه التحية لمنتخب العراق. لم تكونوا تستحقوا الهزيمة. في تحليله للمباراة خرج أسطورة كرة القدم العالمية والفرنسية زين الدين زيدان بطل العالم بتصريحات مؤثرة جدا بعد مباراة العراق ضد النرويج اللي انتهت بفوز منتخب النرويج 4-1، وأشاد بأداء المنتخب العراقي، وأكد أنه لم يكن يستحق هذه الهزيمة الكبيرة، وأن النتيجة لا تعكس بالضرورة ما حدث في المباراة، ولا تعكس ما قدمه أسود الرافدين على أرض الملعب. تصريحات زيدان جاءت في حواره مع صحيفة ليكيب الفرنسية اللي بيحلل من خلالها مباريات المونديال. زيدان قال إن المنتخب العراقي أظهر وجها قتاليا مشرف جدا في عودته للمونديال بعد غياب 40 سنة، ونجح في إدراك هدف التعادل قبل أن تخطف النرويج الفوز في النهاية. زيدان أشاد جدا بمنتخب العراق، وقال في تحليله للمباراة إن المنتخب العراقي قدم مباراة وأداء مشرف جدا يستحق الاحترام، وإن النتيجة لا تعكس ما حدث على أرض الملعب. وواصل زيدان: المنتخب العراقي قدم مباراة جيدة جدا في الشوط الأول، كان منظم جدا دفاعيا وخطير في الهجمات المرتدة، وسيطر على أجزاء كبيرة من المباراة، وكان يمتلك روحا قتالية عالية. وقال إن هذا الفريق لم يكن يستحق الهزيمة بهذه النتيجة الكبيرة. النتيجة 4-1 لا تعكس ما حدث على أرض الملعب. وأضاف زيدان أيضا خلال تصريحاته: المنتخب العراقي نجح في إدراك هدف التعادل بهدف رائع جدا من المهاجم أيمن حسين، وكان قريب جدا من الحفاظ على هذا التعادل قبل نهاية الشوط الأول، لكن الأخطاء الفردية في الدقائق الأخيرة منحت منتخب النرويج فرصة استعادة التقدم مرة أخرى. هذه أخطاء لا تغتفر على مستوى كأس العالم، لا يمكن أن تحدث في منتخب ينافس في مجموعة الموت، لكنها لا تقلل من قيمة الأداء القتالي اللي قدمه منتخب العراق اليوم. زيدان كمان قال: شاهدت فريقا يلعب بثقة كبيرة ولا يخاف من أي خصم. هذا هو جوهر النجاح الحقيقي في كأس العالم. أثبت اليوم أنه ليس ضيف شرف بل منافس في هذه المجموعة، وعودته إلى كأس العالم بعد غياب 40 عام هي إنجاز كبير بحد ذاته للكرة العراقية، والأداء الذي قدموه يثبت أنهم يستحقون التواجد في هذا المستوى من كأس العالم، وأن النتيجة لا تعبر بالمرة عن سير المباراة. كمان زيدان أشاد بمهاجم المنتخب العراقي أيمن حسين، ووصفه بأنه يلعب بالرأس بطريقة جيدة جدا. زيدان وجه التحية للمهاجم أيمن حسين، وأشاد بقدراته الهجومية خاصة في اللعب بالرأس. وقال زيدان: أيمن حسين مهاجم رائع، هدفه بالرأس كان تحفة فنية، قفزة قوية وضربة رأسية لا يمكن لأي حارس التعامل معها. إنه يلعب بالرأس بشكل استثنائي، وهذا سلاح خطير جدا في كرة القدم الحديثة. رغم الهدف العكسي اللي سجله في النهاية، إلى أن أيمن حسين قدم مباراة كبيرة جدا وأثبت أنه لاعب على مستوى كبير. وأضاف زيدان: أيمن حسين يستحق كل الثناء على هذا الهدف، لقد أظهر مهارة وقوة في اللعب الهوائي. إنه مهاجم خطير يجب مراقبته في المباريات القادمة أمام فرنسا والسنغال. بالمناسبة المنتخب العراقي المباراة القادمة هتكون أمام المنتخب الفرنسي. زيدان كمان قال: ما فعله أيمن حسين في هذه المباراة يثبت أنه لاعب استثنائي على مستوى كبير جدا وعالي، قاد هجوم العراق بكل قوة، سجل هدف تاريخي لبلاده في كأس العالم. أتمنى له التوفيق في المباريات القادمة. كمان زيدان انتقل لنقطة مهمة جدا خلال تحليله للمباراة، وهي الفارق بين العراق والنرويج، وأشار إلى أن منتخب النرويج يملك دبابة بشرية، وهو المهاجم إيرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي، مهاجم فتاك بمعنى الكلمة. زيدان قال إن هالاند كان الفارق الحقيقي في المباراة. زيدان خلال تصريحاته قال: هالاند هو الفارق الحقيقي في هذه المباراة. النرويج لم تصنع العديد من الفرص كما فعلت العراق،
ولكنها استغلت كل فرصة بهدف. الهدف الثاني الذي جاء بعد خطأ فادح من الحارس العراقي كان خير دليل على قدرة هالاند على اقتناص الأخطاء ومعاقبة الفرق التي يخطئ مدافعوها. هذا ما يميز اللاعبين الكبار في كأس العالم. النقطة اللي اتكلم فيها زيدان وهي أن تملك مهاجم قناص يستطيع اقتناص أنصاف الفرص لترجمتها أهداف، وخصوصا في المباريات الكبرى التي لن تتاح لك فرص كبيرة. أضاف زيدان: لكن هذا لا يعني أن المنتخب العراقي كان فريقا ضعيفا، بل على العكس تماما، كان ندا قويا لمنتخب النرويج في فترات كبيرة من المباراة، ولكن الفارق الوحيد كان في القدرة على الحسم، القدرة على استغلال الأخطاء. وهذه هي كرة القدم، في بعض الأحيان تكون الفروقات فردية، زي هالاند مهاجم واحد يستطيع أن يقتنص الثلاث نقاط، وهو ما حدث بالفعل. زيدان هالاند سرق ال3 نقط من المنتخب العراقي. العراق صنع فرص خطيرة ولكن لم يستطع ترجمتها إلى أهداف، ولو سجل العراق نصف الفرص التي أتيحت له لتغيرت النتيجة تماما، وهذا ما قاله زيدان في تحليلاته. وتابع زين الدين زيدان: العراق أضاع 3 فرص محققة للتعادل قبل بداية الشوط الأول، لو استغل هذه الفرص كانت المباراة سوف تسير في اتجاه مختلف تماما. هذه هي كرة القدم، أحيانا تكون قاسية جدا مع الفرق التي تقدم أداء جيدا، لابد من استغلال الفرص المتاحة لك وترجمتها أهداف. الجزء الأهم اللي اتكلم فيه زين الدين زيدان وهو مستقبل العراق في البطولة. طبعا كلنا عارفين أن المنتخب العراقي يقع في أصعب مجموعة من المجموعات ال12 في كأس العالم، وهي مجموعة الموت. إلى جانب النرويج يوجد أيضا المنتخب الفرنسي والمنتخب السنغالي، مجموعة صعبة جدا. ولكن العراق خسرت المباراة الأولى، وليست هذه نتيجة المطاف. أمامنا مباراتين، المباراة الثانية أمام المنتخب الفرنسي، والمباراة الثالثة أمام منتخب السنغال. نقدر إن شاء الله نحقق نتيجة إيجابية فيهم ونقدر نصعد من هذه المجموعة، لأن زي ما حضراتكم عارفين الصعود هيكون صاحب المركز الأول وصاحب المركز الثاني، بالإضافة إلى أحسن 8 مراكز من المجموعات ال12، يعني المركز الثالث هياخدوا منهم 8. فأمامنا فرصة. زيدان كانت نظرته تفاؤلية نحو مستقبل المنتخب العراقي في كأس العالم 2026 رغم الخسارة، وأكد أنهم قادرون على تحقيق نتائج إيجابية في المباريات القادمة. وقال زيدان: بعد ما رأيته اليوم أعتقد أن المنتخب العراقي قادر على المنافسة في هذه البطولة، لديهم دفاع منظم ولكن هناك بعض الأخطاء، لديهم هجوم خطير، والأهم أن لديهم روحا قتالية عالية. المباراتان القادمتان أمام فرنسا والسنغال هتكون صعبة جدا، لكن العراق أظهر وأثبت اليوم أنه قادر على مجاراة الفرق الكبرى. وأضاف زيدان: العراق يحتاج إلى تحسين قدراته على استغلال الفرص الهجومية التي يصنعها وتجنب الأخطاء الفردية. تجنب الأخطاء الفردية هو ما ينقص المنتخب العراقي ليكون منتخب جيد. تجنب الأخطاء الفردية التي كلفت العراق غاليا في مباراة النرويج. كنا نستطيع في مباراة النرويج الحصول على نقطة على الأقل. إذا نجح المنتخب العراقي في تجنب الأخطاء الفردية أعتقد أنهم قادرون على تحقيق نتائج إيجابية في المباريات القادمة. زيدان اختتم تصريحاته وقال ووجه رسالة مهمة جدا للمنتخب العراقي: ما قدمته العراق اليوم هو درس في العزيمة والإرادة. أتمنى أن يستمروا على هذا المنوال وأن يحققوا نتائج إيجابية في المباريات القادمة. إنهم يستحقون التواجد في هذا المستوى. كرة القدم فازت بعودة العراق مرة أخرى إلى كأس العالم.
والرسالة اللي بقدمها لمحبي المنتخب العراقي، اتمنى ان انتوا تشجعوا منتخبكم، اتمنى ان انتوا تساندوا منتخبكم بغض النظر عن النتائج وبغض النظر ما ستؤول اليه هذه النتائج في هذه المجموعة. يجب مساندة المنتخب العراقي اللي بيمثل الشعب العراقي، لان المنتخب العراقي غايب بقاله 40 سنة عن المشاركة في كأس العالم، والوصول الى نهائيات كأس العالم بعد هذه الرحلة المثيرة هو في حد ذاته انجاز للقرى العراقية. عندنا منتخب نقدر نبني عليه القدام. من الحظ السيء ان العراق وقعت في مجموعة صعبة جدا، السنغال وفرنسا والنرويج كلهم منتخبات قوية جدا، كلهم منتخبات مصنفة، واعتقد ان العراق لو في مجموعة تانية كنا هنشوف شكل افضل لمنتخب العراق. ان شاء الله اللي جاي افضل. كل التوفيق للمنتخب العراقي في مباراته اللي جايه امام المنتخب الفرنسي، والمباراه اللي بعدها امام منتخب السنغال. ان شاء الله يقدر يشرف الكره العراقيه ويقدر يتجنب الاخطاء اللي وقع فيها امام منتخب النرويج.